السلام عليكم ويا صباح الفل والياسمين عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن احوال. صباح يوم جديد كله طاقه وبركه ونشاط. النهارده ان شاء الله هنقضي يوم مع بعض، والروتين كده هيكون طويل كده وجميل، ان شاء الله يعجبكم وتستفيدوا منه باي حاجه. فيلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا نبتدي في الفيديو. وطبعا قبل اي حاجه ما تنسوش تحطوا لايك وتصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات. ويلا بينا كده نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. اول ما جيت بقى وديت ابني الحضانه وجيت رحت حطيت دوره في الغساله، وقلت بقى الدوره دي اما تخلص هكون خلصت الغدا وخلصت البيت. يعني عملت تحدي كده مع نفسي والحمد لله التحدي انا كسبته. الدوره دي كانت ساعه وسبع دقايق. الحمد لله خلصت البيت والاكل في ساعه ونص. تمام. أول طبعًا ما جيت بقى رُحت عملت كمان فنجان قهوة، وسلقت كده بيضتين، واحدة ليّا وواحدة لابني، بس للأسف ما كلناهوش، مش عارفة البيض طلع مش زي ما باحب خالص. هاقول لكم ليه بس لمّا نعمل فنجان القهوة القمر ده الأول. رُحت هنا عشان أعمل بقى فنجان القهوة بتاعي ده، وزي ما أنتم شايفين كنت باسلق هنا البيض وخلّصت، ورُحت بقى ضبّطت الدنيا خالص برّه. يعني رتّبت كده على الماشي السراير والحاجات دي علشان أعرف أقعد وافتح الشباك كده، لإن كانت الشمس بعد كده بقى يعني بعد ما الدنيا شِتت، الشمس طلعت وما شاء الله كانت حلوة أوي. فرُحت فتحت شبابيك البيت كلّه، وقعدت كده بقى أشرب الفنجان القهوة كده والشمس داخلة على الكنبة اللي أنا قاعدة عليها، فكان المنظر حلو، وكان شكل الشمس كده جميل أوي. هاوريكم حتى المقطع الجاي ده هتشوفوا شكلها كان عامل إزاي، فكان شكلها جميل أوي ما شاء الله، ومحمّصة كده البيت وكانت قمر كده، تحسّوا إن هي ما شاء الله يعني منوّرة علينا حياتنا. فكانت بُصّوا على الكنبة كده على طول اللي أنا قاعدة عليها، قُلت بقى أشرب فنجان القهوة كده وافتح الشباك بتاعي الحلو ده، ونتفرّج بقى على الشمس وهي يعني حلوة كده دافية ما شاء الله، دافية أوي. وكانت درجة الحرارة وقتها كانت 7، بس ما شاء الله كانت دافية وكانت زي الفل. المهم دخلت هنا أجيب بقى البيض لابني وكده. البيض بقى مش عارفة ليه ما طلعش زي ما باحب. يعني أنا باحب البيضة تكون وهي بتتسلق كده، بعد ما تتسلق تكون البياض بتاعها يكون يعني سايح ونايح كده، مش باحب إن هو يكون مجلد. البيض ده طلع مجلد من جوه، مش عارفة أنتم هتفهموني والّا لأ. بس أول ما فتحتها ولقيتها مجلدة كده ما كلتهاش، حتى ابني ما كلهوش برضه، اتلبخ في الشيبسي وكده وما كلش البيض. فأنا كنت فاتحة هنا كيس شيبسي علشان هاقمّر كده رغيف عيش وهاعمل ساندوتش بيه وخلاص. وكنت هاكل البيضة كده لوحدها حاف، لإن أنا ما باحبش ساندوتشات البيض خالص، خالص. أكلت الساندوتش الشيبسي وخلاص مع الفنجان القهوة والبسكوتاية اللي إحنا كلناها الصبح دي، وخلاص على كده. دخلت بعد كده بقى علشان أعمل اللحمة، وكنت مطلّعة اللحمة تفُك قبلها، يعني وأنا رايحة أودّي ابني الحضانة كنت مطلّعاها وأنا باعمل له lunch box. تمام. طلّعتها بقى وقُلت هاروح إن أنا أسوّيها. باسوّيها على نار هادية. لمّا تنزّل كل العصارة اللي فيها وتشربها تاني، بابتدي إن أنا أزوّدها مَيّة مغلية. وطبعًا باحط لها هنا البهارات بتاعتها، كمون، فلفل أسود، 7 بهارات، حبّايتين حبّهان، حبّايتين ورق لورا، والبصل والطماطم والحاجات بتاعتها. تمام. وهاسيبها بقى زي ما هي يعني على نار هادية، تستوى كده على نار هادية. وبعد كده هاروح أجيب أنزّل عليها مَيّة مغلية. تمام. فبس كده، ورُحت كمان بقى أعمل الطبيخ. وأنا باحب وقت ما أقف على البوتاجاز عشان أشغّل على اللحمة يبقى هاعمل كل أكلي ما عدا الرز. تمام. الرز باسيبه في الآخر خالص، بس أحب إن أنا أعمل كل أكلي يكون جاهز معايا. ووقت ما يعني الرز مش بياخد وقت، بس البسلة والحاجات دي بتاخد وقت. فأنا قُلت يعني أمّا اللحمة تستوى أكون عملت البسلة بتاعتي، وأكون برضه بعدها بشوية رُحت برضه ولّعت على الرز، ويبقى كده دنيتي كلّها خلصانة، وأبقى قاعدة مرتاحة ومش شاغلة دماغي بالغدا بتاع النهارده خالص. تمام. ودي أحلى حاجة أنا عملتها النهارده الصراحة يعني. فدي أحلى حاجة، إنِّك أنتِ تولّعي على الأكل بتاعِك وتسيبيه كده يعني تولّعي عليه من بدري كده من الصبح كده وتسيبيه. تحسّي إن أنتِ كده مرتاحة نفسيًا. البيت كلّه بقى أنتِ منضّفة البيت، والأكل اللي على البوتاجاز اللي عايز هيروح يغرف، أو اللي أنتِ مثلًا لو اتجمّعتوا كلّكم في ميعاد واحد هتتغدوا كلّكم. فبيبقى بقى الوضع بيكون أحلى يعني أحلى من أي حاجة. أحلى من إنِّك أنتِ بقى تبقي قاعدة ملبوخة، يعني مثلًا الساعة 15:00 والّا الساعة 16:00 وملبوخة بقى بالأكل وكلام من ده، فالصراحة مش بيبقى حلو خالص.
المهم هنا البسلة علشان بنجيبها طبعا متفرزة، فبنجيبها لما بتجيبيها متفرزة او انتي بتفرزيها في الفريزر بتاعك، وقت ما بتطلعيها عشان تطبخيها وتحطيها في قلب الطبيخ بتكون ريحتها مش حلوة. فالأحسن ان انتي بتشوحيها الأول مع البصلة، وتستني كده اما هي اللون الخضار بتاعها يبقى واضح، تحسي ان انتي لسه مفرزاها كده جديد. أول ما تشوفيها الخضار بتاعها بقى حلو كده، خلاص انزلي عليها بقى بالطماطم بتاعتك. تمام. كمان عايزة أقول لكم إن أنا في حد يعني قال لي ابني كان صوته كان يعني تعبان الفيديو اللي فات. يا بنات، هو ولادي الاتنين الأيام دي مش عارفة في إيه، يعني صدرهم تعبان جامد. ابني الكبير حاسة إن هو عنده اللحمية مش عارفة يعني مش مضبوط كده، صدرهم تعبان جامد جامد. بقى لي فترة بادّيهم علاج، وودّيتهم قبل كده يكشفوا برضه صدرهم تعبان. مش عارفة ده بقى علشان البيت اللي أنا قاعدة فيه بارد شوية ورطوبته عالية، والّا في حاجة غلط والّا إيه، مش عارفة. بس أنا باتقِّل لهم، يعني أنا بالبّسهم قطعتين وترنج تقيل، أو قطعتين بنُص، أو يعني قطعة بنُص، واللي هي الدفاية، والبّسهم مثلًا جاكيت، أو ألبّسهم ترنج، فاهمينّي؟ لو ترنج خفيف شوية. بس يعني أنا باشوف إن كده اللبس عادي، وبابقى دايمًا مشغّلة الدفاية. بس أنا مش عارفة ليه بقى لهم فترة الكُحّة وصدرهم بيشخلل جامد، مش عارفة ليه الصراحة. يعني اديتهم علاج كتير وحاجات كتير وبرضه ما فيش فايدة، مش عارفة. بس أنا هاوديهم إن شاء الله، هاحجز لهم في المستشفى واوديهم أشوف الوضع ده، وأشوف كمان موضوع اللحمية بتاعة ابني. كمان بقى جالي كده سؤال، والسؤال ده جالي من فترة، وجالي برضه تاني من أخت وحبيبة وصديقة للقناة، وبجد غالية على قلبي، لإنها كل فيديو لازم بانزّله هي بتشوفه وتكتب لي تعليقات دايمًا. فربنا يا رب يخلّيها ويحفظ لها ولادها ويبارك لها يا رب في حياتها، ويصلح لها حالها يا رب وأحوالها، اللهم آمين. البنوتة القمر دي هي سألتني إن أنا هاستقر هنا والّا لأ، وكمان يعني سألتني عن سِنّي ومتجوّزة إمتى وكلام من ده، عشان عايزين نتعرّف على بعض أكتر. أوكي، يعني أنا ما عنديش أي مشاكل. المهم أول حاجة أنا هاستقر هنا بنسبة 80%. لإن أنا يا بنات لمّا أنا قُلت لكم إن أنا هانزل مصر، أنا كنت مرتّبة أموري على حاجات معيّنة، فللأسف ما حصلش نصيب. يعني أنا كنت في مشروع اللي أنا هاجيب مكان يعني عشان أبنيه يعني وكده، بس للأسف ما حصلش نصيب وما أخدتوش. ودي حاجة كرهتني في الدنيا، لإني كنت حابة أوي إن أنا يكون عندي بيت منفصل طبعًا عن بيوت بقى العيلة والبيوت الشِرك والكلام من ده. بس ما حصلش نصيب، فما قدرتش إن أنا آخده. أنا كنت هانزل برضه على بيت العيلة، بس كنت هاستنى شوية، وإني مثلًا يعني هابني البيت ده واحدة واحدة وكده، بس هانزل على أمل إن يكون ليّا مكان مستقر ليّا أنا وولادي. فللأسف ما حصلش نصيب، وما أخدناش المكان اللي إحنا كنا هناخده. وكمان حصل بعض كده الخلافات والحاجات، وشوية يعني طراطيش كده، كلام وحوارات كده في مصر. فالصراحة عقّدوني أصلًا، عقّدوني من الحوار، إن فكرة إني أنزل. آآ وحسيت إن أنا استخرت ربنا على فكرة برضه كذا مرّة، وبعدها حصل المواضيع دي. فحسيت إن ربنا بيقول لي لأ، يعني بلاش دلوقتي، يعني نستنى شوية أحسن. كمان موضوع الإقامات لقيته فتح للي معاهم 3 سنين، ختم 3 سنين. أنا معايا سنتين ونُص، لسه ما كمّلتش 3 سنين. فجوزي قال لي: "يعني إيه، استني شوية، جايز ربنا يكرم وناخد الإقامة وتاخدي إقامة يعني وكده، فيبقى الوضع هيكون أحسن، وهانزل بعد كده أجازات، يعني اللي أنا أشم نفسي برضه فيها شوية، أنزل عند أهلي وكده وأرجع." فقُلت أستنى شوية. كمان موضوع المدرسة والحاجات اللي أنا كنت خايفة منها، لقيت حل كويس، ولقيت إن في جروب كده بتاع صبايا أتينا للناس اللي قاعدة هنا. كان بينزّل إن في مدرسة هنا ليبية بتحفّظ القرآن، وبتدّي لغة عربية، وبتدّي إنجليزي ويوناني.
يعني سمعت إن هي المدرسة كويسة، أنا مش عارفة هي موثقة والّا لأ، بس ناس كتير أوي بيشكروا فيها وبيشكروا في تعليمها وبيشكروا في إن هي بتعلم ولادهم ال3 لغات وكويسة يعني. هي طبعًا خاصة، فأنا بافكر إن شاء الله اللي أنا ممكن أودي ابني فيها، بس في بداية اللي هو أولى ابتدائي، تمام، لأن هو لسه في الحضانة. فقلت لو ربنا سهل واستقرينا هنا بإذن الله هودي ولادي فيها، وإن شاء الله تبقى كويسة. يعني أنا كنت نفسي إن أنا أحفظهم القرآن وأعلمهم الدين صح وكده، فلقيت ديت حلها كويس ولقيت دي موجودة، فالحمد لله إن هي موجودة. شالت من عليا حمل كبير. تاني حاجة، أنا عندي كام سنة؟ عندي 23 سنة ونص، يعني لسه هكمل 24 كمان 3 4 5 شهور كده. كام يا ولاد؟ أنا مش هحسب، سيبوها بقى بظروفها. المهم عندي 23 سنة ونص، اتجوزت وأنا عندي 18 سنة في الأرياف، فاهميني؟ فما اتجوزتش في مدينة، اتجوزت في الأرياف وفي بيوت بقى، في بيت عيلة كبير، يعني بيت عيلة كذا حد وسلايف بقى وحاجات من دي وكده. فعندي خبرة، عندي خبرة، يعني أنا الحمد لله ما عنديش مشاكل مع أهل جوزي أبدا، الحمد لله. كلنا يعني يعني كويسين مع بعض الحمد لله. والمشاكل اللي أنا بقول لكم عليها دي حصلت من حاجات تانية، من ناس تانية، مش أهلي ومش أهل جوزي، يعني تحسوا إن هم شبه جيران شبه صحاب يعني كده، يعني فاهميني؟ هما هنقول عليهم أشباه صحاب، بس بيفرقوا في حياتنا جامد، والكلام بقى والحوارات والكلام الكتير ده بيفرق في حياتنا جامد. المهم زي ما بقول لكم كده، الحمد لله يعني ما عنديش مشاكل مع أهل جوزي كويسين، ناس محترمة. وبس يعني، بس أنا كنت حابة إن أنا أنزل، يعني أنا مش عايزة أنزل على بيت خاص بيا علشان عندي مشاكل، أنا عايزة أنزل على بيت خاص عشان أولًا شقتي مش كبيرة، شقتي صغيرة. فكنت حابة إن أنا ربنا يوسع عليا والبيت يكبر، لأن طبعًا دلوقتي بقى معايا طفلين يعني زمان كنت أنا وجوزي وخلاص وابني، فدلوقتي بقى معايا طفلين وكده، فمحتاجة طبعًا مكان أكبر، مكان أحسن في منطقة أحسن. ف فده اللي حصل يعني، فما حصلش نصيب بقى في المكان ده وفي الوضع اللي أنا كنت راسماه لنفسي، فالحمد لله على كل حال. اتجوزت برضه عن جوزي، اتجوزته عن حُب الحمد لله. فارق معانا موضوع الجواز عن الحب، يعني دايمًا باقول إن مهما بيحصل بس ما دام في حب بين الطرفين. طبعًا بُصّوا ما فيش بيت خالي من المشاكل، كل البيوت على وجه الأرض مليانة مشاكل ومليانة تفاصيل كتير، حتى لو واخدين بعض عن حب بيكون في مشاكل كتير برضه وفي حوارات كتير، يعني مش عشان مثلًا هُم واخدين بعض عن حب فخلاص كده الدنيا حلوة والحياة بمبي على طول، لأ والله، يعني برضه بيحصل مشاكل كبيرة جدًا، وساعات بنقف اللي إحنا خلاص إحنا مش هنكمّل، لأ إحنا كده خلاص إحنا هننفصل، إحنا كده. بس بتلاقي في حاجة كده في الآخر بتقول لأ، يعني مش هنعرف إن إحنا نبعد عن بعض، أو مش هنعرف إن إحنا آآ ناخد القرار ده بعد معاناة ومشاكل كتير وتنقلات كتير أوي في حياتنا، فما ينفعش إن أنا آخد الخطوة ديّة أو هو ياخد الخطوة دي، فبنرجع الحمد لله زي الأول. فكل الناس بتمُر بمشاكل، فاللي بيضحك عليكِ ويقول لِك أنتِ مثلًا البنات الصغيرة اللي بتبقى فاكرة إن هي وقت ما هتتجوز عن حُب إن هي هتبقى ملكة الدنيا، وإن ما فيش مش هيحصل لها مشاكل وكده، لأ أبدًا. ال الجواز ما لوش دعوة بالحب، حطوها قاعدة كده وأساس في دماغكم، الجواز ما لوش دعوة بالحب، الجواز حاجة والحب حاجة تانية. الحب هو اللي بيخلّي العلاقة تستمر، بس الجواز لأ، ده مسؤولية وحوار تاني خالص ما لوش علاقة بإن أنتِ تبقي عايشة عيشة يعني في دماغِك. والله العظيم لمّا بافتكر كده يعني أيام بقى الخطوبة وكده، والواحد بقى كان يعني عامل بقى هنعيش بقى كذا وهنعمل كذا وهنروح في كذا يعني فاهمين؟ اللي هو إحنا حاطين خطط كلّها ما اتنفّذتش، يعني الحمد لله ما فيش حاجة اتنفّذت. بس الحمد لله، الحمد لله الرضا أحسن حاجة في الحياة، إنِّك ترضي وتبقي مقتنعة بحياتِك، ده أحسن حاجة في الحياة. ف
فمش كل بنوتة صغيرة، لإن حتى الناس القريبة يعني الناس القريبة ولاد سلايفي وولاد عمتي وكده اللي هُم في سن بقى المراهقة بيكلموني يقولوا لي بس أنتِ يا بختِك واخدة جوزِك عن حُب. أقول لهم يا حبايبي أنتم برضه مهما أخدتوا عن حُب برضه هتعيشوا مشاكل، يعني عشان أنا أول ما اتجوزت برضه خدت صدمة كبيرة، إيه ده هو الجواز ده كده؟ يعني لأ ده أنا كنت فاكرة إن الدنيا حلوة أنا عايزة أروّح كده، يعني فاهمين؟ اللي خلاص أنا عايزة أروّح بقى عند أمي بعد ما شُفت الحوارات والمسؤولية الكبيرة والضخمة ديّة، لأ مش بالساهل، مش عشان مثلًا متجوزين عن حُب فالحياة هتمشي سهلة، لأ أبدًا، 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 الحياة صعبة، جواز حُب، جواز صالونات، المهم إن يكون في زوج محترم بس وخلاص دي أهم حاجة، وأهم حاجة تبصوا عليها وتدوروا عليها هو الزوج المحترم اللي يقدر يستوعبك وقت ما يحصل مشكلة، لأن في أزواج كتير أوي ما عندهاش الصبر وطولة البال إن هُم يستوعبوا زوجاتهم في وقت المشاكل، فدي برضه بتأثر على نفسية الزوجة، فيعني الحمد لله على كل حال، المهم إن أنتِ تحاولي تنقي حد يكون يعني عاقل وراكز، فاهم الحياة الزوجية صح، مش اللي هو الواحد اللي داخل على الجواز علشان بس هو عايز يبقى اسمه متجوز، لأ لازم يبقى هو فاهم إن الحياة ديّة هيمُر بيها برضه مشاكل كتير وحاجات كتير أوي صعبة، فلازم نكون قدّها لازم نكون قد المسؤولية اللي إحنا اخترناها، يعني إحنا بإيدينا اخترنا جوازتنا واخترنا إن إحنا نتجوز ونستقر وكل الحاجات دي، يبقى لازم إن إحنا نحافظ على حياتنا. يعني مهما يحصل لازم تحافظي على حياتِك، ولازم برضه جوزِك يكون كمان يحافظ على حياته، على حياتكم مع بعض. فزي ما باقول لكم يعني البنات بقى الصغننة دي يقولوا لي: "لأ ده إحنا" يعني بيبقوا فاكرين إن الدنيا أقول لهم: "أنا كنت زيكم كده بس يعني كانت الحقيقة أبشع." فباقول لهم: "يعني إيه ما تحاولوش إن أنتم توهموا نفسكم أوي إن أنتم هتعيشوا يعني حياة ما فيش بعدها." يعني كل إنسان في الحياة بيمُر دايمًا بمشاكل، أخَد عن حُب، أخَد صالونات، هيمُر برضه بمشاكل. ده كل الأسئلة اللي جات لي، وجات لي برضه السؤال ده قبل كده، اللي هو عندي كام سَنة واتجوّزت عن حُب والّا لأ، جالي من فترة، بس قُلت بقى إن أنا أعمل لكم فيديو إن شاء الله يلِم كل المواضيع دي. فما لقيتش أنسب بقى من الفيديو ده، قُلت يالّا ندردش كده مع بعض ونتكلم في كل التفاصيل اللي موجودة في حياتنا. آآ بس يعني مش عارفة اتسألت حاجة تانية والّا إيه؟ اتسألت منين؟ من الدقهلية يا بنات، أنا من محافظة الدقهلية. بس كده. هنا بقى قُلت دخلت على أوضة النوم، وطبعًا كل ده وأنا مشغّلة على الأكل، آآ يعني رتّبتها كده حاجات على الخفيف كده، هنا كان ابني عامل العظمة دي، فرُحت كمان أخدتها منه وكده وعلّقتها على الحيطة، ورُحت شِلت بقى اسمه إيه ده، الورقة بتاعتها يعني فاهمينّي؟ هنا بقى شغّلت كده عود بخور وقُلت أخلّي الشقة بقى وهي متفتحة كده تتهوى ويكون ريحتها جميلة، السرير طبعًا لملمته كده، عندي هدوم كده على الكنبة هاروح دلوقتي إن أنا أطبّقها برضه معاكم، بس كده. طبعًا الهدوم دي باكرهها كره العمى، يعني أنا باطبّق والغسالة شغّالة وهاخلّص وهاروح أنشر الهدوم فاهميني؟ اللي هو لازم لا إمّا الهدوم لا إمّا على الحبل، لا إمّا في السبت، لا إمّا في الغسالة، لا إمّا عايزة تتطبّق، يعني الهدوم دي مش سايبانا في حالنا، زيّها زي المواعين، بس الصراحة أنا عندي أغسل مواعين ما ليش دعوة بالهدوم، ما باحبش الهدوم دي أبدًا، ولا أطبّقها ولا أغسلها ولا أي حاجة، باحب أنشر. يعني باحب أنشر وأشغّل الغسالة أو أصبّن على الغسالة اللي هي النُص أوتوماتيك، حلو أوي باحب أصبّن عليها، لإنها بتخلّي الهدوم كده زي الفل، زي الوردة كده، فلمّا باحس إن الهدوم كده شكلها حلو باحس إن أنا متشجّعة كده ومتنشّطة، وباحس إن أنا كده مرتاحة نفسيًا، والغسيل الأوتوماتيك برضه وقت لمّا بيطلع معايا نضيف بابقى فرحانة بيه أوي، بس وقت بقى ما يطلع كده لأ بابقى متضايقة وطالع عيني. المهم اللي إحنا كده يا بنات أكون وصلت معاكم للنهاية، يا رب يكون الفيديو عجبكم، أشوفكم إن شاء الله فيديوهات تانية كتير ومع ألف سلامة.